السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي. بزاف مرات كي نكونوا نكوي القماش بالحداده يتحرق لنا القماش، وخاصه اذا كان القماش خفيف. اليوم راح نوري لكم خطوات بسيطه وذكيه باش تحموا قماشكم تتفاداو هذا المشكل نهائيا ان شاء الله. اول حاجه لازم نعرفوها هي ان كل نوع من القماش عنده حراره خاصه. أي نوع من القماش عنده حرارة خاصة به. مثلا القطن يحب الحرارة العالية، أو الحرير والستان لازم حرارة خفيفة بزاف باش ما يتحرقش، والبوليستر لازم درجة الحرارة متوسطة. إذا المكواة كانت أسخن من اللازم القماش يتحرق مباشرة يا أختي، إذا يتحرق لك مباشرة. خليكم معنا وتشوفوا الخطوات مع بعضنا خطوة بخطوة إن شاء الله. خطوات جد بسيطة باش نمنع الحرق يوصل لقماشنا. عندنا بزاف طرق. نبدو بأول حاجة تخافي الحدادة تحرق لك القماش، نغطي القماش بفوطة قطنية تكون رقيقة، أو قماش قطني يكون رقيق، مثلا منديل أبيض أو فوطة خفيفة ونكوي فوقها. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نستعمل خاصية البخار بدل الحرارة المباشرة، خاصة مع الأقمشة الحساسة والخفيفة. دائما نستعمل خاصية البخار. إذا ما عندكش المكواة فيها البخار فالأحسن شيء تستعملي الطريقة الأولى، دائما نحطوا فوطة. هذه الطريقة الأولى. والثانية الطريقة الثالثة دائما نجرب المكواة على طرف قماش صغير نكونوا ما نحتاجوش قبل ما نطبقوه على القماش الأصلي أو الفستان، هكا ما يخسرناش الفستان. كاين حل جد سهل وعملي جدا. هذا الغلاف تاع السيليكون، هذا الغلاف تاع السيليكون متواجد في جميع محلات الخياطة يعني، والسعر تاعو بسيط جدا، من 90 دينار 100 دينار. هذا هو السعر تاعه، يعني سعر في متناول الجميع، وجد عملي جدا، وخاصة الحدادة لما تكون قديمة وتحرك لك في القماش. هذا السيليكون بزاف مفيد. عن نفسي استغنيت عن كامل المشاكل اللي كنت نعاني منها، بالعكس جدا ساعدني، وخاصة في الأقمشة الخفيفة. يخلي الأقمشة تبقى لونها مثل ما هي، وخاصة الأقمشة اللي يلمع، الأقمشة كما قلت لك الخفيفة. هذا السيليكون بزاف عملي وبزاف سهل، كما قلت لكم السعر في متناول الجميع، يغنيك عن كامل الأمور اللي حكينا عليها. كما تشوفوا وما تخافيش لما تستعمليه في الحداد البخار، لانه هو من نوع السيليكون، يبقى هو هكا ما يحرقش وما يطلقش لا ماده ولا ريحه لما تشعلي الحداده تاع البخار، يعني ما تخافيش منه. كما قلت لك انا دائما نستعمله، ما نستغناش عنه. حدادتي يعني ما شاء الله كما تشوفي، لكني دائما نستعمل معها هذا السيليكون باش يبعد عني كامل المشاكل كما قلت لك، وخاصة في الأقمشة الخفيفة كما الستان والحرير، هكا يساعدنا. فهمتي أختي؟ هذا يساعدنا، وخاصة هذه الأقمشة يبقى اللون تاعها يلمع وضوي، الحدادة ما تحرقش اللون. هذه هي النصائح اللي عندي اليوم لكم إن شاء الله، ونكون فدتكم به. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات إذا جربتوها ونجحت معكم، وإذا حبيتوا مزيد من النصائح في الخياطة اشتركوا في القناة وخلوا لي لايك، وإن شاء الله نزيدكم مزيد من النصائح والأنشطة في مجال الخياطة إن شاء الله.